السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كفتة اقتصادية بالبرغل، لذيذة جدا ومتماسكة، بكيلو لحمة واحد وعليه كمان 100 جرام دهن مفروم معاه. ومعانا كوباية برغل نقعينها كويس نص ساعة، وغسلينه كويس جدا جدا تحت المية لحد ما المية كانت بتاعته صافية خالص. هننزل معانا بنص الكمية الأول ونعجن واحدة واحدة ونزود النص التاني. ومعانا بهاراتنا ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات. حابه تضيفي بابريكا، حابه تضيفي شطه، حابه تضيفي بهارات لحمه، اللي انت عايزاه ممكن تزوديه. معانا كمان واحد بيكنج باودر علشان يديلها فراغات، وكمان عشان ايه ما تكشش معانا في الفرن. وهنبشر بشرة صغيرة من جوزة الطيب، اختياري، حابة تعمليه ابشريها، مش حابة خلاص عادي ممكن تستغني عنها خالص. بس خالص هي بشرة صغيرة خالص مش حاجة يعني. الخطوة بقى المهمة جدا جدا جدا، معانا بصل وهنصفي المية. لو احنا المية بتاعتنا هناخدها، لو احنا البرغل مش ناقعينه، لو احنا مش ناقعينه هناخد مية البصل. لو احنا ناقعينه بنصفيه، يعني لو انت ما نقعتش البرغل غسلتيه بس وعملت كفتة على طول، خدي المية بتاعت البصل عشان تنفش البرغل شوية. لو انت ما نقعتهوش صفي البصل بتاعك. واهم حاجة في الكفتة بتاعتنا ان احنا نعجنها كويس جدا جدا جدا، يعني تعجني فيها لحد ما تحسي ان كل الحاجات اختفت، البرغل اختفى مع اللحمة. هنزود معانا بقية البرغل. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، بتعمل كمية كبيرة جدا. ودي كوباية البرغل اللي لما بتتنقع بتزيد قوي وبتعمل معاكي كمية كبيرة جدا جدا، ومتبقاش باينة خالص في اللحمة. ما شاء الله ما شاء الله، بتبقى طعمها خرافي ومش بتبقى باينة خالص خالص البرغل، بل بالعكس متبقاش مكتومة، تلاقيها مبرولة كده وطعمها جميل ولذيذ. جربوها تعجبكم جدا. واهم حاجة زي ما قلت لكم في كفتة البرغل ان احنا نعجن كويس جدا جدا جدا، يعني يمكن كمان احسن من الكب. هنقعد نعجن فيها لحد ما نيجي نشدها من بعضها كده، تحس ان فيها انسجة ما بينها وبين بعض كده يعني. لو اول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هي بتاخد عجن زيادة شوية بس ده احسن، يعني عشان الكفتة معانا تبقى ايه مظبوطة وكمان متماسكة، وتحسي ان هي مش باين فيها اي حاجة. شفتي تحسي كل حاجة اختفت خلاص. ممكن كمان تعملي كمية كبيرة وتظبطيها وتعينها في الفريزر. إيه، تعملها مستوية او مش مستوية، بس بتبقى جاهزة عندك في الفريزر، وقت ما تعوزيها تطلعيها. تعملي سندوتشات للولاد وهم رايحين المدرسة، حد جالك فجأة، الولاد جعانين فجأة عايزين سندوتشات، فهي بصراحة منقذة جدا وكمان بتعمل كمية كبيرة قوي. شوفي تشديها من بعضها تحسي ان في ايه انسجة ما بينهم كده. طبعا هنحطها معانا في التلاجة نص ساعة لساعة، يعني اقل حاجة نص ساعة، ولو فضلت ساعة يبقى احسن. بس كده خلاص. معانا بقى ايه مية البصل بتاعتنا اللي احنا مصفينها، هنزود عليها شوية بابريكا وكمان شوية زيت، ونعملها بقى على العصاية بتاعت الشيش طاووق بتاع الفراخ، او هنعملها على المعلقة الخشب. انا بعملها على المعلقة الخشب، دهنها الاول قبل ما تحطي عليها اللحمة شوية زيت، وبعدين نعمل عليها الكفتة بتاعتنا. وطبعا الحجم اللي انت عايزاه، يعني الطريقة اللي انت عايزاها اعمليها عليها، على العصاية، على المعلقة الخشب. المهم واحنا من بره كده بايدينا
ندهن، نحط ايدينا في الزيت ومية البصل والبابريكا وندهنها بالراحة كده. بتعمل معانا بصراحة كمية كبيرة جدا. الفرن يكون والع، مش بنحطها والفرن سخن. بعد ما استوت انا عايزة اقول لكم طعمها بيبقى رهيب، احلى من الكفتة من غير برغل بصراحة. تحسي من جوا كده ان هي برولة وطعمها رائع رائع. جربوها ولاقي رأيكم فيها في الكومنتات، واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ سعاد. شكرا من قلبي اللي بيتابع الفيديو للاخر.